احنا عارفين الذين آمنوا والذين هادوا وعارفين النصارى. مين هم الصابئين بقى؟ تعالوا نسمع الآية الأول. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيوضح الطريق الصحيح اللي المفروض يتبع أو يسلك للفوز برضاه سبحانه وتعالى وللفوز بالأجر العظيم. فقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهم المسلمين، والذين هادوا اللي هم اليهود أتباع سيدنا موسى عليه السلام، والنصارى اللي هم أتباع سيدنا عيسى عليه السلام، والصابئين. مين هم الصابئين؟ المفسرين ذكروا أقوال كتيرة جدا في الصابئين، بس تعالى نعرف الأول معنى كلمة الصابئين. الصابئ هو المرتد عن دينه، يعني الشخص اللي ساب دينه علشان يدخل دين تاني. طيب مين هم بقى الصابئين المذكورين دول؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنهم قوم تركوا الكفر قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. أما بالنسبة للأقوال الأخرى فمن أهل العلم اللي قرنهم بأهل الكتاب زي اليهود والنصارى، ومن أهل العلم اللي قرنهم بالمجوس والمشركين وغيرها من الأقوال الأخرى. المهم إن من آمن بالله من الملل الأربعة المذكورة دول، وده شرط أساسي إنه الأول يؤمن بالله وعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبس كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فاعمل شير عشان تبلغ غيرك آية بمعناها، واشترك في القناة واعمل متابعة على الصفحة لو انت على الفيسبوك عشان الحلقات الجاية توصل لك. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.